أهلا بيكم في قناة حرفت الهندي. أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. بشاعة الاحتلال الإنجليزي وطغيانه على الهنود كانت طريق لتوحيد صفوفهم واشتراكهم في الوقوف قدامهم، والشرارة كانت طفلة صغيرة خطفتها مرات الحاكم الإنجليزي وحبستها في قفص زي الحيوانات. بيبدأ الفيلم بظهور الطفلة الهندية مالي وهي بترسم على إيد مارجريت مرات الجنرال سكوت حاكم الهند. وبيوصل سكوت بعد ما خلص صيد في الغابة، فبتطلب منه مارجريت ياخدوا مالي معاهم. هنا بيرموا فلوس لمامتها وبياخدوا مالي معاهم، فبتجري مامتها وراهم وبتترجاهم يرجعوا لها بنتها. في اللحظة دي بينزل ضابط بريطاني يضربها وبيمشوا. في نفس الوقت بتشوف الهنود متجمعين وعاملين ثورة علشان الإنجليز قبضوا على الزعيم بتاعهم، وبيحاولوا يهاجموا الضابط الإنجليزي اللي بيتصل يطلب الدعم. هنا بيرمي واحد منهم طوبة يوقع بيها صورة الملك، فبيطلب الضابط الإنجليزي من الضباط يجيبوا الهندي اللي عمل كده. في اللحظة دي بيطلع الضابط الهندي رام علشان يقبض عليه، وبيتجمع عليه كل الهنود وبيتهموه بالخيانة وبيحاولوا يقتلوه. لكن بيتفاجئ الجميع إن رام بيقدر يواجههم كلهم وبيوصل للهندي المطلوب وبيرجع بيه. وبيجي يوم الترقية وبيتفاجئ رام إنه مش واحد من الضباط اللي اترقوا، وبيرجع يكمل تدريبه وهو متضايق جدا. في نفس الوقت بيروح المسؤول الهندي أفانا عشان يقابل الضابط سكوت، لكن مش بيلاقيه وبيقابل إدوارد المساعد بتاعه. وبيحكي لهم أفانا على قصة مالي وإنها واحدة من قبيلة كبيرة في الهند ومش هيسيبوها. هنا بيقول له إدوارد إنهم مش هيرجعوا البنت، وبيقول إن إذا حد حاول ياخدها هيقبضوا عليه ويقتلوه. في الوقت ده بيكون أكتار في الغابة بيعمل مصيدة للنمور، وبيقدر إنه يدخل نمر المصيدة وبيروح حادف عليه المخدر علشان يصطاده. بعد كده بيلبس أكتار لبس المسلمين وبيروح على دلهي يشتغل في ورشة ميكانيكا، وبيروح له ضابط إنجليزي اسمه روبرت بيقول له إن الموتوسيكل اللي صلحه مش شغال. فبيروح أكتار ضابط الموتوسيكل بكل بساطة وبيقول لروبرت إنه سايبه على زر الإغلاق. في اللحظة دي بتضحك خطيبة روبرت عليه. هنا بينفعل روبرت وبينزل ضرب في أكتار، ومش بيحاول أكتار إنه يدافع عن نفسه خالص. في نفس الوقت بيكون إدوارد عامل اجتماع وبيطلب القبض على الهندي اللي جاي يدور على مالي، فبيسألوا المسؤول عن مواصفات الشخص اللي عايزهم يمسكوه، لكن طبعا إدوارد مش بيكون عارف شكله. في اللحظة دي بتقول مارجريت إن اللي هيقبض عليه هيترقى الرتبة ضابط، فبنشوف رام بيقول إن هو اللي هيقبض عليه. وبيبدأ رام يفكر في طريقة للقبض عليه مع المساعد بتاعه، وبيقول له إنهم هيندمجوا مع الهنود على إنهم ضد الإنجليز وأكيد هيطمن ليهم وهنا يقدروا يعرفوه. في الوقت ده بيكون أكتار بيراقب واحد من زمايله وهو مندمج مع العمال اللي داخلين القصر، لكن بيتفاجئوا إن العمال المصرح ليهم بالدخول عندهم بادج على هدومهم. هنا بينزل الضباط ضرب فيه، لكن في اللحظة دي بتوصل جيني وبتمنع الضابط من ضربه. فبيقول أكتار إنهم ممكن يلاقوا طريقة لدخول القصر إذا قدروا يتعرفوا على جيني. بعد كده بيبدأ رام ينفذ الخطة وبيحضر تجمع للهنود وبيتكلم فيه عن طريقة لقتل سكوت. هنا بيلاقي لطش واحد من أصحاب أكتار بيقول له إنهم بيفكروا في طريقة من فترة ومش لاقيين، فبيقول له رام إنه يقدر يدخله بكل سهولة وبيمشي معاه، وبيعمل نفسه إن بيرشي العسكري اللي واقف. لكن قبل ما بيدخله بيروح العسكري معظم له، وطبعا بيعرف لطشه إنه ظابط وإن ده كمين، فبيهرب بسرعة. وبيقابل لطشو أكتار وزمايله بيقول لهم على اللي حصل، فبيقول له أكتار يستخبى بسرعة وما يطلعش خالص من مكانه. في الوقت ده بيخرج قطر من على الحديد وبينزل على النهر اللي بيكون فيه ولد صغير في مركب مش عارف يطلع. هنا بيشوف أكتار رام واقف فوق الجسر وبيشاور له علشان ينقذوا الولد الصغير، وبالفعل بيقدروا يساعدوا بعض وبينقذوا الولد. ومن اليوم ده بيبقوا الاتنين أصحاب جدا، لكن من غير ما كل واحد يعرف حقيقة التاني ولا هو بيفكر ولا بيرتب لإيه. وفي يوم بيكونوا خارجين مع بعض وبيشوف أكتار جيني وبيقول لرام إنه معجب بيها، فبيروح رام واخد شوية مسامير ورميهم قدام العربية بتاعتها. وأول ما بتقف العربية بيقول له يروح يتعرف عليها، وبالفعل بيعرض عليها أكتار إنه يوصلها، فبتروح معاه السوق عشان تشتري حاجات. بيعرف إنها بتشتري فستان لمالي البنت الهندية، فبيروح يعمل اسورة لمالي رمز للقبيلة بتاعتهم علشان تعرف إنهم قريبين منها. وبتشكر جيني أكتار على مساعدته ليها،
وبتديله دعوة لحضور حفلة راقصة عندها. وبترجع جيني على القصر تدي مالي الأسورة، فبتفرح مالي جدا وبتعرف إن أهلها جايين ينقذوها. وبيرجع أكتار البيت يوري رام الدعوة، فبيقول له رام إن الحفلة دي في نفس اليوم وبياخده علشان يلبس. وبيروح رام مع أكتار الحفلة وهو لابس بدلة، وبيبدأ أكتار يرقص مع جيني، لكن بيوقعه واحد إنجليزي وبيتنمر عليه وبيقول إنه هندي وما يعرفش يرقص. هنا بيضرب رام على درامز وبيرقص رقصة هندية مع أكتار. وبعد الحفلة بيشير رام أكتار لأنه مش قادر يمشي من كتر الرقص، فبتشوفهم جيني وبتعرض عليه توصله. وأول ما بيمشوا بيشوف رام الرسمة اللي على العربية، فبيفتكر إن لاتشو اللي هرب منه كان فيه ألوان على ضوافره. هنا بيروح على مكان ورش الدهان وبيدور عليه، وبالفعل بيقدر إنه يقبض عليه. في نفس الوقت بيوصل أكتار القصر مع جيني، وبيستغل الفرصة وهي بتجيب له حاجة يشربها، وبيروح يدور على ميلي وبيقدر إنه يوصل لمكانها، وبيقول لها إنه هيرجع تاني يهربها بس بيجهز خطة. وبنشوف رام وهو بيعذب لاتشو عشان يقوله على مكان الزعيم بتاعه، فبتقطع العصاية اللي ماسكها السلسلة بتاعة قبيلته. وبيفتكر رام خطيبته سيتا. في الوقت ده بتكون سيتا في القرية، وبيقول لها الزعيم إن رام مشى من 4 سنين ومش بيبعت جوابات خالص، وبيقول إنه شكله نسى الهدف بتاعه. وبنشوف لاتشو بيلاقي تعبان صغير سام، فبيمسكه علشان يهاجم بيه رام. وبالفعل بيقدر لاتشو إنه يرمي التعبان عليه، وبيقول له إنه قدامه ساعة واحدة بس ويموت، لأن السم محدش يعرف طريقة علاجه غير قبيلته. فبيروح رام فكه وبيقول له يمشي. في الوقت ده بيكون أكتار بيجهز لمهاجمة القصر، لكن بيلاقي رام وصل وباين عليه أثر السم، فبيقول لزمايله إنه لازم يعالجه الأول. وبالفعل بيعمل خلطة العلاج وبيلبسه الخيط المقدس بتاع القبيلة. هنا بيعرف رام إن أكتار هو اللي بيدور عليه، وبيوصله أكتار البيت وبيقوله الحقيقة. وبيحاول رام يمسكه لكن مش بيقدر. وبنشوف أكتار بينفذ الخطة مع زمايله، وبيقتحموا القصر بعربية مليانة وحوش من الغابة اللي بتهاجم الموجودين كلهم. لكن بيتفاجئ أكتار إن رام وصل وهو لابس ظابط وبيطلب منه يستسلم. وللأسف بيضطروا إنهم يهاجموا بعض لأن كل واحد فيهم مؤمن بقضية مختلفة، فبيهدد سكوت بقتل مالي إذا أكتار ما استسلمش. وطبعا بيضطر أكتار إنه يسيب رام يقبض عليه. تاني يوم بيترقى رام وبيدخل القصر لأول مرة وبيمسك سلاح. في اللحظة دي بيفتكر قضيته وحكايته. وبنشوف رام وهو صغير مع أسرته، وباباه زعيم القرية اللي بيحارب الإنجليز وبيدرب القرية كلها على التصويب ببندقيات خشب. فبيشوف باباه كتف رام وهو مجروح وبيسأله من إيه. هنا بتجري سيتا وبتقوله إن هي اللي ادته البندقية بتاعته. وبيعرف باباه إن رام عنده قدرة قوية على التصويب. وفي يوم بيهاجم الإنجليز المكان علشان يقبضوا عليه، فبيقول لأهل القرية يهربوا وهو هيغطي عليهم بالرصاص مع رام. وبالفعل بيبدأوا يهربوا، لكن بيقع أخو رام الصغير فبيتضرب بالنار. وللأسف مامته كمان بتتقتل وهي بتحاول ترجع له. في اللحظة دي بيسيب رام البندقية وبيعيط، لكن بابا بيقوله إن مفيش وقت للحزن وبيطلب منه يكمل ضرب في الإنجليز. وبيبعت رام جواب لسيتا وبيحكي لها فيه عن اللي عمله علشان يوصل للقصر ويقدر إنه يجيب لهم سلاح. وبتطلب منه مارجريت إنه يعذب أكتار قدام الناس كلها عشان يكون عبرة لغيره. وبيجي يوم الجلد وبيطلب رام من أكتار إنه يستسلم، لكن أكتار بيرفض، فبيضطر رام إنه يعذبه. وبيفضل أكتار مستحمل ومش بيرضى ينزل على رجليه أبدا، فبتصور الناس وبيبدأوا يهاجموا الجنود. هنا بياخدوا رام ويرجعوا تاني على مكانه. وبالليل بتوصل لرام رسالة بميعاد وصول شحنة الأسلحة للقصر، فبيقول له المساعد بتاعه إن دي الفرصة اللي كانوا منتظرينها وكل اللي عليه يبلغ القرية بخط سير العربية. لكن رام بيقول له إنه قرر ينقذ صاحبه اللي سلمه علشان يوصل للمركز ده. وتاني يوم بيقول لسكوت إنهم لازم يعدموا أكتار في مكان معزول علشان الهنود ما يصروش عليهم. وكمان بيعرض عليه يجيب مالي تشوفه وهو بيموت، وبيروح مفضي البارود من رصاص البندقيات قبل ما يمشوا. في نفس الوقت بيروح المساعد بتاعه يدي موس لأكتار علشان يفك بيه القيود بتاعته. وبيسلم رام على سكوت قبل ما يمشي، وهنا بيعرف إن في حاجة بتحصل. وبيمشي ورا عربية رام في الطريق، فبيحاول رام إنه يهرب منه وبيشد شجرة علشان تقع عليه، لكن بيقدر سكوت إنه يضرب عجل عربية رام
فبتتقلب وبتقع مالي بعيد، وللأسف بيتصاب رام في ظهره. في نفس الوقت بيكون أكتار بيقطع الحبل، وبيتفاجئ الجنود إن البندقيات من غير رصاص، وبتجري مالي وبيجري وراها رام علشان يبعد الجنود عنها، لكن بيشوفوا أكتار وبيفتكروا عايز يمسكها فبيضربوا، وبيهرب أكتار مع مالي وبيتقبض على رام. وبنشوف أكتار مستخبي في بيت ناس تبع الثورة، وبتكون سيتا هناك من غير ما يعرف إنها خطيبة رام. في الوقت ده بتدخل الشرطة تهاجم البيت وهم بيدوروا على أكتار، فبتقول لهم سيتا إن الموجودين عندهم مرض معدي وبتطلب منهم يوصلوهم للمستشفى بسرعة. هنا بيضربها الضابط وبيهربوا من المكان بسرعة، فبيشكرها أكتار على مساعدتها ليهم. فبتقول له إنه خطيبها الضابط رام بيجهز لثورة، وبتحكي له على قصته وإنه دخل الجيش علشان يجيب سلاح للقرية بتاعته يهاجموا بيها الإنجليز. وبنعرف آخر قصة رام اللي وعد باباه يجيب سلاح ويحقق حلمه، وبنشوفه وهو بيضرب باباه بالرصاص عشان يفجره وسط الإنجليز. هنا بيقولها أكتار إنه ظلمه وإنه ما كانش يعرف الحقيقة، وبيوعدها إنه ينقذه مش هيسيبه أبدا. وبتساعد جيني أكتار وبتديله خريطة للسجن، فبيروح أكتار على هناك وبيفضل يخبط ويسمع رد رام لغاية ما بيوصل له، وبيشيله على كتفه وبيهاجم رام الجنود وبياخد السلاح منهم، وبيمشي أكتار برام وسط الجنود وهو بيقتلهم. بعد كده بيطلعوا على الغابة وبياخدوا قوس وأسهم من تمثال هناك، وبيبدأوا يهاجموا حراس القصر وبيولعوا في المكان. وبيقدر رام وأكتار يوصلوا للقصر ويدمروه، وبيقتلوا سكوت بنفس الرصاص بتاعه. وفي النهاية بيرجع رام لسيتا وأكتار لجيني، وبيشكر رام أكتار على مساعدته ليه. وبكده يكون فيلمنا خلص. أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. سلام.